شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة.